نعم. الريافة هم مغاربة، كلهم مغاربة. لا لا انتم كجزائريين، انتم كجزائريين. انا عايش معاهم الريافه وكل لك اسمع، انا عايش الريافه تاع الحسيمه والناظور ونعرفهم ونعرف تاريخها ونعرف عبد الكريم الخطابي ونعرف. هذا كلام النظام تاعك انه لازم تعملوا مشاكل للمغاربه وانه تعملوا ازمه داخليه. لا والله ما ندير قضيه مشاكل المغاربه انا. يا ولدي هذا كلام الله يرضى عليك، كلام نظامك هذا، الله يرضى عليك حبيبي. انا بحكي لك اشياء انت ما بتعرفها، والله انت ما بتعرفها. انا قلت لك الحاجه اللي ما تعرفهاش انت، بلي القضيه تاع بوليزاريو هذه فرنسا هي اللي دارتها بين الجزائر والمغرب يا راجل يا طيب. فرنسا لا مش فرنسا اللي عملت. خلاص طيب، هنا يوقع الاختلاف. كي يوقع اسمع، كي وصلنا انا وياك لطريق مسدود وفضل الانسحاب نروح نصلي صلاتي يا اخي، نستفيد معلوماتك في لايف محتفر ان شاء الله يا اخي. انا ساعه بناقش فيك، ممكن استفدت منك انه انت قلت لي انه الجزائر مش ماخذه وثيقه استقلال ومش مستقله. قلت لي انه اللي بيحكم الجزائر هم العسكر الفرنسي. صح. حدثني عن جنرال لوطي. يا ولدي غير اختيك من اللوطي تاعك. جاوبني تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ انت جزائري، شو دخلك انا كفلسطيني ما عنديش الحق. جاوبني شكون اللي دار العلم المغربي؟ العلم المغربي شكون اللي دارو؟ قبيله تكلمت ولا اسمع؟ قبيله تكلمتي اسمع، تكلمتي صح يا رجل يا طيب. تكلمتي على العلم الجزائري، تكلمني على العلم المغربي شكون اللي دارو؟ كانت نجمه المغرب. انا صح. اسالك على الجزائر. المغرب النجمه قبل ما تكون خمسه كانت سداسيه العلم المغربي، ايه ولا لا؟ يا ولدي كانت سادسه، كانت 10. المغاربه يطلعوا يجاوبوا على بلادهم. انا ايوه والنجمه السداسيه وش هي نجمه سيدنا داوود. بتدخل انا فلسطيني، بتدخل اقول لك علاش نتدخل دقيقه. المغاربه قادرين يجاوبوك اخوي. انا قلت لهم، انا جاوبتهم نو خليك. انا لو قلت لي انت فلسطيني وش دخلك، انا اقول لك وش دخلني. انت باي حق كجزائري تشد الدرب تاع فلسطين هذا؟ والله يا اخي الحبيب، والله اشك في فلسطينيتك اخي والله. لماذا؟ قلتها قلت لك انت فلسطين قلت معترفه بالدوله الاسرائيليه. يعني لو وكان كنت فلسطيني حر ما تقولهاش اخي. يا حبيبي الله يرضى عليك، اتفاقيه اوسلو موجوده. نعم. كيش ايش عندي انا؟ تحكي وش عندك؟ اسمع. نظامك الجزائري نعم. معترف باسرائيل ولا مش معترف؟ هذه انا ما اقدرش اجاوبك عليها. ليش؟ لما تقرا زبورك يا داود من مقبل نقول لك انا ونظامي ما متفقينش في بزاف النقاط. يعني دقيقة الله يرضى عليك اصبر. نعم. رئيسك بيقول انا ما عنديش مشكل مع اسرائيل. نعترف بحدود 67. طب شو حدود 67؟ هي اقامة الدولة الفلسطينية واقامة الدولة الاسرائيلية. شو جاي بش جديد من ضر ابوك؟ شوف اخي، بالمختصر المفيد. انت شوف، انا انا ما رانيش هنا باش نقنعك باش تولي تحب الجزائر. انت عندك عقده وعندك كره للجزائريين. لا شوف اخي دقيقه، انا اقول لك عندي عقده من شو؟ لما اجي اقرا انا عن اضرار والشلف والاغواط وام البواكي وباتنا وبجايه وبسكره وبشار والبليده والبويره وش بيهم وتلمسان وتيارة وتيزي وزه والعاصمه والجلفه وقيقل وسطيف وسعيده وسكديده وسيدي بالعباس وعنابه وقالمه وقسنطينه والمديه ومستغانم والمسيله ومعسكر وورقله ووهران واليزي والبيض وبرج بوعريش وبومرداس. جميل. راك تعرف 150 ولايه. جميل. لما انت كجزائري تجي تقول لي انا عندي 58 ولايه، واخ سيدي مرحبا اهلا وسهلا، ولكن اضرار شكون لمين اضرار هذه؟ اضرار يا اخي انت والله راك تطرح لي واحد الاسئله والله الذي لا. انت كجزائري يا محترم بتقول لي لقد ورثنا هذه الاراضي من الاستعمار الفرنسي. كيفاش انت بتقول عن الاراضي اللي اخذتها من الاستعمار الفرنسي وهي لاخوتك العرب؟ كيف اخذت سكديده هذه 21 ولا عنابه 23 ولا قسنطينه ولا باتنا ولا وادي يوسف اراضي تونسيه؟ كيفاش اخذت ورقه للليبيه وحاسس يعني اسمع يعني وش دارت لكم انتم؟ وش دار لكم الكيان الصهيوني؟ اسمع وش دار لكم الكيان الصهيوني؟ يا حبيبي حبيتوا الجزائر، حبيتوا ترجعوها في فرنسا. يا حبيبي نعم. انت كيف بتحكي عن اراضي مش الك انها هي الك؟
كيف انت بتاخذ اراضي مش الك وبتدعي هاني نجاوبه. هاي النقطة الثانية اللي يقول تجاوبه. شوف اسمع هاني نجاوب. أنا نجاوب. يعني أنت هدفكم وش؟ اسمع هدفكم وش؟ اسمع، اتحداك انت و40 مليون جزائري بما فيهم الرئيس الجزائري نعم. يخرج بوثيقة تثبت انه الصحراء الشرقية للجزائر. يلا. وانا اتحداك المغرب يجيب لي ورقه بلي راه مستقل من الاستعمار الفرنسي. جيبوا لي ورقه. اتحداك جيبها لي الان. جيبها لي الان. يا ولدي انا اتحداك. انا اعترفت لك. شوف انا اعترفت لك الجزائر ما زالت مستعمره. وانا اتحداك تجيب لي ورقه تقول لي المغرب نو دلائل وثيقة الاستقلال. ماذا ترمز وثيقة الاستقلال؟ على ماذا ترمز وثيقة الاستقلال؟ أنت بتقول لي إنه حررت بلادك بالدم. أوكي يا سيدي اطمر، الله يرحم الشهداء وربي يحفظ المجاهدين. سبحان الله. ومن الجهل ما قتلك الماروك جامي. سبحان الله. مازال لي الى يومنا هذا مازال وزي با اونكور بري فوتر انديبوندونس. مو جو لي هذا من هذا المنظر. اسمع، أنت متبع المغرب أكثر من متبع بلادهم. أنا قلت لك اسمع. أنا حكيتي مع بلدي. حكيتي مع الجزائر انتهت في 2009. بس دقيقة. المغرب مضبوط في الفقر، لأنه المجتمع بشكل عام، المجتمع إذا بده ينجح لازم يكون فيه 3 طبقات: طبقة فقيرة، طبقة متوسطة، طبقة غنية. هذا المجتمع. حتى أمريكا، شفت أمريكا صح. فيها ناس فقراء، يعني مش شرط إنه المغاربة فقراء، لأنه هذا المجتمع. الفقر اسمع، الفقر عمره ما كان عيب. الرسل كانوا فقراء. الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا فقراء. خليك من الرسول، أنا بحكي لك عن المجتمع. لا الرسل بدكش الرسول. أنت كجزائريين عندكم 3 طبقات. هاي عندكم 3 طبقات. ايوه. ولا عندكم طبقة فقيرة وطبقة غنية؟ وين الطبقة المتوسطة؟ كاين الطبقة المتوسطة، كاين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة. لا أنا بدي الطبقة المتوسطة. هذه وين؟ الطبقة المتوسطة. هاني قلت لك قدام 235 مشاهد نعطيك انا تذكيره وروح شوف الجزائر. انت رحت للجزائر باش تهضر عليها؟ راك تهضر عليها على الجهل. انا نعرف الجزائر اكثر منك. تعرف الجزائر فاش تعرفها؟ فاش؟ وين ما هي بلاصه انت؟ هاني قلت لك انا من الجزائر العاصمة اخي الحبيب. انا من الحراش. باب الواد من البريد المركزي. من وين؟ صح. اعطيني اسمع. اعطيني امور موجوده في المغرب ومش موجوده في الجزائر. عندهم مترو الانفاق. المغرب بيقدر اي مغربي يبني اي بنايه، ولكن بالجزائر ايوه الطريق السريع تاع طريق السيار بالجزائر تشيل حجر عن ابوه الى طريقهم السيار بالفلوس ولا بدون فلوس في المغرب؟ يا ولدي جاوبني. المغربي بيقدر يمشي اي منطقه. انت الصحراء الشرقيه نتحداك تدوزها. صحيح واش دخلنا بوليزاريو تكفينا 2 ملايين و300 نحوسوها. الصحراء المغربيه ما نحكيش عم تندوف. نعم. انا تقدر تمشي اضرار وتقدر تمشي بشار. ما تقدرش تمشي. انا مشيت لطامنراس وحوستها اخي. مشيت لطامنراس. انت تقدر تمشي عند المناجم تاع الذهب. والله غير تبوني علقك من راسك. وش بيك يا اخو؟ انا قلت لك مشيت 21 يوم في 2011 مشيت لمدينه طامنراس. مشيت للغاب وتمتعت يا خويا. يا اخي خويا الله يرضى عليه، انت بتعرف ليش ما تقدرش تمشي؟ نعم. التجارب النوويه الفرنسيه وين صارت؟ ولا البانو فولتايك ديرها في المغرب. اتفاقيات. لا التجارب النوويه فين مشى؟ فين دارت؟ هذه قلت لك داروا في واتسوق. داروا في واتسوق اخي. فين المشكل؟ لا الصحراء الشرقيه تاعكم تاعكم. هاك ما تعرف الجزائر مليح. هاي واتسوق وين جايه؟ واتسوق جايه في حدود ليبيا اخي. يا ولدي ما تعرفش الجزائر انت. يا ولدي والله نعرف الجزائر. هاي واتسوف. هاي ما معروفه. رقان هي اللي داروا فيها. رقان يا اخي. رقان هم الجزائريين. اسمع وادي سوف تونسيه يا ولدي. شفرتوها من خاوتنا لتونس. لا حول ولا قوه الا بالله. رقان ثاني تونسي. يعني انت الجزائر حبيت ترجعها غزه ياك. حبيت ترجعها صغيره. يعني تلمسان واضرار وتيبيمون هذو كلها مغرب وعنابه وطارق كلها تونس. احنا حبيت رجعنا كيما رجعتكم انتم الدوله الكينيا الصهيونيه. هياك تعرف انه هذه الاراضي مش لكم. هياك اعترفتي. لا انت تقول هكذا. منين جبت التاريخ هذا؟ منين جبت التاريخ؟ ايوه المغاربه، لانه المغاربه اصل التاريخ. اما انت وين موجود بالتاريخ؟ هاني قلت لك بس قاعد. هاني قلت لك قدام 234 رجل وامراه. نبعث لك انا تذكيره وروح الجزائر وجيب لي هذه الامور. صور وجيبهم حطهم لنا في التيك توك تاعك. يلا روح
اعطيني الان المطار اللي قريب ليك نشري لك انا الان تذكره باش تعرف الرجال الجزائريين باللي رجال وعندهم كلمه. انا شريت تذكره وروح. انتوا رجال؟ بس دقيقة افرجيك الصورة. انا قلت لك دقيقة جيب لي صورتي دقيقة لا شوف علاش تتهرب؟ تجيب لي صورتي انا في انا ما الفضيحه. بتهرب، انا بحب الرجال. جيب لي صورتي انا داير فضيحه. جيب لي صورتي انا داير فضيحه. صح جيب لي صورتي داير فضيحه. لا رحمه الله عليه. هذا وش قال عليه الجنرال بيجار؟ وش قال عليه؟ دقيقة انا نضرب له التحية. قال لك لو كانوا عندي 10 مثل عربي مهدي لاستعمرت العالم. طب وانت ليش عايش بفرنسا؟ مش انت راجل؟ انا علاش عايش بفرنسا؟ انا ضحيت على جال بابا ويما باش نعيش بابا ويما هنا ما دام اني عايش هنا في فرنسا. فرنسا ما فرنسا قتلت هذا شهيد، كيف عايش؟ ايوه وفرنسا راني عايش عندها، راني نوض الصباح نروح نعرق. انت نو جاوبني على سؤالي. انت كجزائري. نعم. انت بتقول ربي يرحمه، هذا قال لي جيب لي 10 وجيب لي 20. نعم. الله يرحم روحه. هذا لو خرج من قبره وشافك عايش في فرنسا وش يدير فيك؟ وش حيدير؟ قل لي انت. يعني انت ماشي مسلم، انت ما تامنش بالمكتوب، ما تامنش باللي القدر، باللي الله سبحانه وتعالى كتب لي باللي اني عايش في هذا البلاد. يعني انت ماشي مؤمن. انت كيف بتعيش؟ جاوب. لا انت ماشي مؤمن يا اخي، انت ماشي مؤمن. يعني عادي الفلسطيني يعيش في اسرائيل، عادي يروح يعيش عند الصهاينه عادي. انتم الفلسطينيين وكان جيتوا حركه حماس وحركه فتح مظامني راكم استقليتوا. فهمت؟ انا ولا دخلني في حماس ولا دخلني في جاوبني انا على سؤالي. انت قلت لي عادي نعيش في اسرائيل، مزبوط؟ عادي نعيش في فرنسا، مزبوط؟ ايه. يعني هذا الشهيد عادي لو خرج من قبره وشافك يا اخي المدينه اللي راني عايش فيها موجود فيها مسجد وناكل حلال ونمشي نخدم بعرقي وما نخدمش في بلاصه اللي ماشي حلال، اللهم لك الحمد. ويما وبابا نبعث لهم مصروف منها. هي اللي قتلت 1.5 مليون شهيد. ايوه. كيف انت بتعيش عند وطن في بلد قتل 1.5 مليون شهيد وقال بالحرف الواحد حذاء زوجتي اكبر من بلدي الجزائر؟ والله يا اخي وصلنا لطريق مسدود انا وانت، افضل الانسحاب. لا خلاص انا ما نعرفش. شوف يا اخي خلاص سيدي شوف انت اسمع. انت عارف في داخلك عارف علاش عندك العقده الجزائريه الداخل. والله انا بشفق عليكم. انا كفلسطيني بشفق عليكم. ما تشفقش عليا اشفق على روحك اسمع. اشفق على روحك اسمع. بلادك ولا اسمع. اشفق على روحك، اشفق على بلدك ولات بقعه صغيره، ولات اصبحت ما تقدر تحطها في الخريطه. بقعه صغيره بكرامه احسن من 2 مليار انا عايش بكرامتي يا اخي، عايش بكرامتي يا اخي الحبيب. وين كرامتك لما تعيش في فرنسا وما زالوا رفاة شهدائك موجودين في متحف الانسان يا زلمه؟ شو مالك؟ هذوك اسمع، انت راك كيما يقولوا تهضر بعد تنتقد نفسك. قلت لي ما كانش مليون شاهد. كيف بتعيش في وطن، كيف بتعيش في فرنسا اللي اغتصبت نسائكم و132 سنه حرب وقطعت روسكم وجربت فيكم النووي وقالت بالحرف الواحد خرجنا من الجزائر وفي بطونهم أبناؤنا. وفرحات حشاد قال في 49 قال معركتنا اليوم ليست مع فرنسا إلى زوال، ولكن معركتنا اليوم هي مع أبنائها. تمام، بس خليك معي. كيف أنت كجزائري عندك 1.5 مليون شهيد بتفتخر فيهم أمام العالم وبتفتخر في أفضل ثورة في الربيع العربي؟ ايوه بتعيش عند فرنسا يا زلمه كيف؟ خلاص كملت. جميل خلاص. خلاص أنا طلعت الرايه البيضاء، افتخرت افرح. خلاص جميل. لا ما ترفعش الرايه البيضاء. خلاص انا رفعت الرايه البيضاء. نزيدك حاجه واحده اخرى. نزيدك حاجه واحده اخرى. انت فلسطيني. نزيدك حاجه واحده اخرى. لا شوف تخيل كيف اللايف بتاعك. تخيل اسمع اخي فلسطيني. انت متعود على لا انا نروح معليش اسمع انا نرفع الرايه البيضاء الله سبحانه وتعالى، نروح نصلي العصر تاعي وخليك انت تربح الفلوس من تيك توك. فهمت؟ خليك تربح انت الفلوس من تيك توك. بس ليكن في علمك نحن في شهر حرم، نحن في ذي الحجه وراك درت الفتنه بين الجزائري والمغاربه. ليكن في علمك. شوف عن الحرب في حرب الحق انك تسب الجزائريين وتدير في الفتنه. انت كجزائري تطلع وتقول لا لوجود البوليزاريو على ارض الجزائر. لا انت المغاربه، انت المغاربه جعلوك محامي عليهم. لا
ايوه يعني عندك هدف، عندك امور خبيثه من الامور هذه. صدقني بالله العظيم الله هيكشفك كاش نهار. شوف اذا ما تكشفتش هنا، شوف يا اخي الفلسطيني انا خليك مع ضميرك، اذا ما تكشفتش هنا والله تكشف في القبر، تكشف تحت التراب عند الله سبحانه وتعالى، تكشف في عذاب القبر. خليك مع ضميرك. والله انا شوف الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. كيف انت خلاص انا ما نجيش فوق هذه الهضره، انا شوف اخي ما نجيش فوق هذه الهضره. قول ما شئت وانتقد ما شئت وسب ما شئت. سيدي شوف احكي لك شو قول الفرق منافقين، قول كذابين، قول ما شئت يا اخي. احكي لك شو الفرق بيني وبينك. الفرق بيني وبينك، الفرق بيني وبينك الفرق بيني وبينك انا خايف من الله سبحانه وتعالى اني حاب نوض نصلي العصر، وانت راك حاب تقعد في التيك توك تلم السنتيمات تاع الاورو على جال الكذب والفتنه. انتهى الكلام، انا يحبس الكلام تاعي يا اخي. انا شوف كجزائري والله مانيش حاب تتحاسب على قبالي، فهمت؟ نقولها لك راك مسامح دنيا واخره باش تعرف احنا الجزائر قلبنا ابيض. راك مسامح دنيا واخره وقل ما شئت، وانا كما يقولوا شوف قل ما شئت، وماشي انا اللي راح نبدل النظره تاعك على الجزائريين، قل ما شئت. انا بتشكرك اول شيء، انا بتشكرك. ثاني شيء الساكت عن الحق هو شيطان اخرس. في الوقت جميل. اللي انت كجزائري جميل. نعم انا الشيطان، انا الشيطان بصراحه نصلي العصر تاعي، الشيطان اللي ما راهش حابين يصلي العصر تاعه. نعم. قبل ما تصلي، قبل ما تحط وجهك امام الله وقال الله نعم. وقال الرسول، نعم لازم تعرف حاجه واحده، انه المسلم اللي هي المسلم اخو المسلم وبحب له الخير مهما أيوة. كان، سواء كان في الصين او سواء كان في الجزائر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الفتنه اشد من القتل، وانت راك دير في الفتنه. من القتل الله يرضى عليك، بس ربنا قال بالقران وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بس انت راك نسيت على الأخرى فقاتلوا التي هي تبغي حتى تفيق إلى أمر الله. ربنا قال بالقرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. والرسول احنا الشعب نحبوا الخير لبعضنا يا اخي، احنا الشعب نحبوا الخير لبعضنا يا اخي. يا ولدي أنا مش مسلم بس أنا بعلمك الإسلام. رسولك اسمع، رسولك قال لا يؤمن احدكم حتى يحب الخير لاخيه كما يحبه لنفسه. تمام؟ انت بتحب اخوك المغرب، هيا الى نصرة المغاربه من وجود البوليزاريو على ارضكم. انت لو يا رجل يا طيب شوف اسمع، انا نختمها لك اسمع انتم 40 مليون، لو فيكم ذره رجال، ذره رجوله، ذره ايمان، البوليزاريو ما يقعد دقيقه. وانا ما نلومكش انت، ولكن الحق يقال انتم سبب من اسباب الظلم تجاه القضية. جاوبني انا كجزائري، شوف انا كجزائري اكبر من الجزائر واكبر مني واكبر من الجميع. القضية المغربية قضية وحدة اراضي مغربية. جميل، هذا رايك ونحترمه، هذا رايك ونحترمه. جميل. لن يستطيع النظام الجزائري الحالي ولا القديم ولا اي صح أن يقسم الأراضي المغربية، فهي بالنسبة للمغاربة عقيدة، والعقيدة لا تتجزأ. نقطة وسطر جديد. بتمنى لك التوفيق بالصلاة. صح جميل. صح ممكن مثلا الجملة ونروح، ممكن نقول واحد الجملة، ممكن ايش؟ ممكن نقول هذه الجملة وخليني نروح. أنا كجزائري متبري من الصحراء تاعنا الجزائرية، يعني ما عندي حتى فايدة بها. الحكومه تاعنا هي اللي تستفاد من الصحراء والبترول تاعها والغاز. اتحدى اي مغربي دوك يطلع الان مورايا ونسجل، راح نصلي ونخليه يتسجل. اتحدى اي مغربي يقول لي واش الفائده تاعو كي الصحراء تولي مغربيه، واش راح يستفاد هو. انتهى الكلام. حاب يخرى فيها المغربي، انت واش دخلك في اراضيه هذه؟ واش تأدب شويه انا من قبيل. شوف انا عندي نص ساعه وانا معاك. شوف انا من قبيل نسمع معاك، نتحداك انا قلت كلمه قبيحه كيما راك تقول انت الكلام القبيح. واش دخلك في المغاربه خويا؟ ارضهم هذه، ارضهم يعطوها كلها يا اخي يديها معليش يديها. حابين يمدوا لي اياها، انت واش دخلك فيها؟ انت كجزائر واش دخلك في الاراضي هذه؟ أنا بصح جاوبتك قلت لك أنا كجزائري. لا يعني مش حابين تقول لك الشعب المغلوط الشعب اسمع اسمع لو جيت انت مستفيد من الصحراء الشرقيه ما تقولش هذه الهضره، ولكن حيت انت لا والله ما مستفيد. انا قلت لك اسمع، انا صحراءنا اذا حبوا يدوها والله الذي لا اله هو. انا الشعبي البسيط. اسمع اخي الحبيب، انا الشعبي البسيط والله ما مستفيد من الصحراء تاعنا الجزائريه. انا الشعبي البسيط واش مستفيد؟ يوصلني الشيك للدار، الشيك راه يوصلني عند المنزل. طب انت كشعبوي بسيط لو جيت مستفيد من الصحراء الشرقيه هذه؟ نعم والله ما مستفيد منها، والله ما مستفيد.
والله ما مستفيد اخي الحبيب، والله ما مستفيد. يعني طب تمام، انت لو كنت مستفيد بتغير الكلام اللي قلته ولا ما بتغير؟ شوف يا اخي، والله الذي لا اله وانت ما راكش حاب تفهم، والله ما راك حاب تفهم. يعني انا ما قلتلكش ندخل روحي في المغاربه، يعني قلت لك الشعب البسيط مسكين، الشعب المغلوب. لا الشعب المغلوب يا سيدي، هذه قلت لك الشعب المغلوب. جاوبني انت لو يا اخي يا اخي الفلسطيني، يا اخي محمد، يا اخي كلمني باسم محمد. يا سيدي يا تاج راسي، انت لو مستفيد من الصحراء الشرقيه تقول هذه الهضره؟ صح. لا علاش ما تخليش نتكلم، علاش ما تخليش نتكلم يا اخي؟ ما نحبش تمرر مغالطات، انا عكس الناس تماما. والله ما راحش نعقب، والله ما راحش نمرر المغالطات. الحاجه اللي حنقولها لك انه الشعب المغربي مسكين كيما احنا الشعب البسيط الجزائري. واش راح نستفاد من الصحراء كي تكون تاعنا؟ واش راح نستفاد؟ احنا شوف نعطيك مثال صغير. يعني هاو البترول والغاز عندنا في الجزائر، يعني احنا البترول والغاز عندنا باطل؟ ما عندناش باطل. نمشوا نشروا الغاز ونمشوا نشروا حتى هو ماشي غالي، البنزين والمازوت وما غاليش. بصح قول لي الشعب المغربي كي تكون الصحراء البوليزاريو تاعهم، ونتمنى ان شاء الله تولي تاعهم باذن الله، ندعي لهم في صلاتي، واش راح يستفاد الشعب البسيط؟ جاوبني يا اخي الحبيب، واش راح يستفاد؟ طب ما هو هذا مطلب الشعب البسيط، هذا مطلب الفقراء اللي انت بتحكي عنه. والله لا، والله الشعب المغلوط مسكين، والله الشعب المغلوط، والله الشعب المغلوط والشعب المحظور. اسمع، راني كنت في المغرب، اسمع. والله يا اخي الحبيب، والله كنت في المغرب، راني شفت. دقيقة بس جاوبني على سؤالي. هلا قضية نعم. الصحراء، قضية المغرب، قضية نعم. الملك ولا قضية 40 مليون مغربي؟ قضية الملك اسمع، قضية الملك. شوف نعطيك مثال انا هنا. اسمع شوف اسمع، المشكلة اللي انت مش فاهمها انه انتم واش كجزائر جداتكم هذوك؟ واش استفدتي انت؟ واش استفدتي يا فاتن؟ جاوبيني، واش استفدتي؟ ارض جداتك انت واش تفادي؟ واش تفادي انت؟ خبز اصبح ما تقدريش تشتريها. واش تستفاد؟ يا ولدي بس يا رجل اسمع، انا كنت في المغرب في شهر 4 عندهم البنزين ب 12 درهم. شكون يقدر عليه 500 درهم؟ اسمع خليك من البنزين وخليك من السولار وخليك من الفقر. الموت وصلكم العظم تقولوا شغلكم. يعني سبحان الله، والله الملك تاعكم يستغل بكم، والله يلقاكم اغبياء، والله يستغل بكم بالشعب المغربي. كيما احنا شوف، احنا الفرق بيننا وبينهم، احنا الشعب عندنا ثقافه الانتقاد، ننتقد تبون، والله ننتقدوا. هما مساكن مغمضين، والله مغمضين، ما عندهمش ثقافه الانتقاد، والله ما ينتقدوا ملكهم، وحتى راهم عايشين في فقر كبير. عندهم شويه الريافه، يتحركوا شويه، وعندهم ثقافه الانتقاد وينتقدوا الملك تاعهم. انا كنت في الناظور في افريل، كنت راجع على اسبانيا، لقيت المغاربه. شوف نعطيك مثال صغير. علاش المغرب؟ شوف والله قالها لي انسان كبير، والله في المسجد قالها لي. العيد المبارك، بعد رمضان. مش عارف ايه العيد الأصغر. العيد الاضحى على كل فهمتني. عيد الاضحى ماله؟ ايوه لا ماشي عيد الاضحى، عيد الاضحى راه اللي كنا فيه شحال عندنا. اللي ماله؟ ماله. والله كنت في المسجد يا اخي، صدقني بالله، انسان كبير مغربي قال لي العيد، قال لي ما غيجيش بالجمعه. قلت له علاش عمي؟ اسمعني مليحه. قال لي الأسرة العلوية الملكية تتشائم من يوم الجمعة، كيجي العيد بالجمعة. تخيلها. قال لك مغربي هذا. كنت في الناظور المغرب يأذن المغرب، والله العظيم شفنا الهلال في السماء، والله العظيم شفناه كبير. الناس البلدان العربية كلها معيدة إلا المغرب ما كانش معيد. هذا وش يدل. طب بدي أسألك سؤال. نعم. المغرب الملك صمتوا العيد. يا ولدي غير خليك معي. هو قال لك انه العائله العلويه ما بتحب يجي العيد يوم الجمعه. والله يتشائموا منه، يقول لك راح يوقع شؤم، يقول لك نذير شؤم. نذير شؤم. ايه يقول لك يجي العيد بالجمعه نذير شؤم. طب الملك، وكنت مع ناس في الناظور، والله شاهد، والله نبعث لك الصوره على الخاص، وحطها لهم وشوف الهلال يوم الجمعه بعد اذان المغرب كان هلال تاع يومين. طب ليش انت متبع المغرب اكثر ما متبع الله؟ علاش؟ عايش مع المغاربه بزاف يا اخي.
تبعين المغرب اقسم بالله راح تدخل الجنه من كثر ما بتتبعوا المغرب. وانت اسمع، وانت ثاني ذكرك للجزائر راح يدخلوك للنار ماشي للجنه. انا لو شفتكم بالجنه انا لاخذ، انا نقول لربي وديني النار كفاهم. يا اخي الحبيب شوف، والله انا اتقبل النقد والله. تاعك ولكن باحترام. والله شوف، سب والله الحكومه. شوف انتقد حكومتنا، انتقد رئيسنا، ولكن غير بادب الشعب. احنا والله لا حول ولا قوه الا ما بالله. عنديش مشكل مع النظام، انا نقول والله شوف اخي الفلسطيني، شوف باش نختموها سمنه على احسن. احنا في شهر الحرم. والله يا اخي انت، انا مسلم وسني، وانت قلت لي انا احترمك اخي. انا الرسول تاعنا يقول لك احترم الناس، قاعد يديك نحترمك، فهمت؟ والله ما نسبك ما والو. الحاجه الوحيده اللي نقولها لك، انتقد رئيسنا، انتقد حكومتنا. والله الشعب مغلوب مسكين. ما تقولش ياكل لحم الحمار وتسب فيه والطابور والدنيا. الشعب راه ديجا مقهور، وكيزيد تشوفك تتكلم عليه هكذا راك تزيد تقهروا. علاش اخي؟ احنا البلدان العربيه والله. شوف هذه قالها عبد الحميد كشك رحمه الله عليه، قال لك ارخص دم في العالم هو دم العرب. احنا ننحروا في بعضنا العرب. احنا شوف هنا في اوروبا وين عايش انا، تلقى هنا يقول لك واش يقول لك فرنسا والمانيا. ما كانش عدو كان يكره، ما كانش بلد كان يكره البلد الاخر كما فرنسا والمانيا، فيما يخص الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، فيما يخص هتلر. الان وش يقول لك؟ يقول لك والله، يقول لك في النشره نسمعها. يقول لك لا فرانس يقول لك بهذه اللغه، يقول لك لا فرانس سي لامي دو الالمان. يقول لك يعني فرنسا صديقه المانيا. ورا الصداقه. ليش بتحب؟ انت على بالك هتلر واش دار في باريس في 1945؟ على بالك بها 1945؟ معي ليش بتحبوا فرنسا لهي الدرجه؟ انا شفتني نحب فرنسا. اسمع انا ظروفي الماديه هي اللي خلتني نجي لفرنسا يا اخي. طب ليش ما رحت مثلا المغرب؟ ليش ما رحت رحت يا اخي المغرب. والله رحت يا اخي. شوف نقول لك ليش رحت المغرب. بس اسمعني مليح. انا بقول لك عليها لانه انا عمري ما شفت مغربي بهرب على الجزائر، شفت الجزائريين بهربوا على المغرب. واش قضيه 700,000 مغربي اللي راهو في الجزائر واللي راهم يخدموا في الزليج راهم يعرفوهم المغاربه؟ المسجد الاكبر تاع الجزائر شكون اللي يخدم؟ من وين 700؟ انا نتحداك. صح 700,000 صح. هم المغاربه هما يجاوبوك. اسمع، اكبر مسجد يا ولدي بنيته اكبر مسجد في العالم. ايه بصح خدموا المغاربه، هما اللي داروا له الزليج، هما اللي داروا له البلاط. طب وانتم على ما تديروش؟ انتم ما تجيبوا شركات من الصين؟ الصنعه تاعهم الله يبارك، عندهم صنعه يخدموا. الله يبارك المغاربه يخدموا الزلوج. يا ولدي الله يرضى عليك، المغاربه حرفيين ابا عن جد. نعم فعلا هم ملامتين. انتم ما بتقدروا تديروا والو. انتم حكومتكم بتروح تجيب عمال من الصين وبتجيب عمال من شركات من تركيا عشان تخدمكم. طيب جميل اخي الحبيب، كل ما شئت. انتم تربيتوا تضلكم جالسين في البيت. نعم المغرب. نعم خلاص. طيب اخي، الله يشغلنا ببلدنا ان شاء الله اخي. سامحونا اختنا المغاربه، وسامحنا اخي الفلسطيني، وان شاء الله كما يقولوا يجي نهار واسمع يجي نهار. انا قلت لك والله مستعد. خذ الان في الخاص نبعث لك رقمي. والله مستعد انا نمشي تذكيره ونروح الجزائر ونشوف شعبها ونشوف بلدها. لا انت مغلطينك والله، مغلطينك اخي الحبيب، والله مغلطينك على الجزائر. يا ولدي سامحك، انا بدك ما تامنش اخي شوف اخي الفلسطيني، ما تامنش واحد اللي يكون مر الشاشه وراء الهاتف ولا وراء الكمبيوتر ويتكلم في المغرب ويسب. والله بقى تروح الجزائر تشوف كيفاش. انا صراحه نقول انت شخص محترم وشخص ما شاء الله عليك تبارك الله عليك، ولكن احسن الله اليك يا اخي، معرفة بخير. انا قلت لك والله يا اخي الحبيب، في مشكله عندك انه انت بتحاول تراوغ كثير. كنت بتمنى انك تناقشني بالمنطق، ولكن المنطق باش اخي فاش يا اخي. والله قول لي فاش راوغتك باش نعتذر، باش نروحوا صافيين اخي. والله احنا بشهر الحر. انا سالتك انه عندكم 5 دوله بشمال افريقيا، قلت لي 5. قلت لك من وين اجت ال6؟ ما رضيت تحكي. ما قلت انه نظامنا هو اللي بيدعم فيها السادس. ايه انا قلتها لك. اسمع اخي الحبيب، قلتها لك كيما كيما الجزائر عندها. اسمع ما قلت انه نظامنا هو اللي يعمل لنا مشاكل مع الشعب المغربي. صح يا اخي. انا قلت لك يا اخي انت ما فهمتنيش. كيما الجزائر عندها الصحراء تاعها، المغرب عندها الصحراء تاعها. سيدي بولازار تاع المغرب ماشي مشكل. انا قلتها لك برداتك الان، نقولها لك بالقلب الصافي.
طيب انا شوف ما تكلمش على المغاربه، يفهموني واش حنقول. انا كجزائري والله ما يهمنيش تكون الصحراء تاعنا الصحراء تاع الجزائر تكون جزائريه. علاش؟ باسكو ماني انت مستفيد. حكيت، اسمع خذها من عندي. انا ما مستفاد لا من الغاز لا بالبترول. ما يهمنيش تكون الصحراء تاعنا تكون جزائريه. لو مستفيد بتغير كلامه. لو مستفيد يعني من الصحراء الشرقية كان بتغير كلامك، كان بتقول أنا مع الصحراء. هذه معروفة يا أخي، هذه كيفها معروفة يا أخويا؟ يعني شوف أخي والله نو خليك معايا، خليك في دقيقة هون، الله يرضى عليك. يعني نعم. أنت بتقبل على نفسك تدخل مال حرام على جيبك مثلا؟ كيف مال حرام؟ حقي البترول والغاز حقي يا أخي. كيفها حقك وهو مش ليك؟ كيف بصراحة في بلدي الجزائر أخي، حسيم سعود وحسر اللي من تابع الجزائر في الوسط. مسعود ليبية حسيم سعود. حسيم سعود وين جاية؟ سقسي انت وين جاية؟ راح تقول لي تونس ثانيك تقول لي ليبيا. يا ولدي حاسم مسعود ليبية وين؟ لا 100,000 برميل نفط باليوم. لا خلاص هنا انتهى الكلام اخيرا. خلاص ترك الجزائر صح. واش حبيت وين راك حاب توصل؟ حبيت ترجع الجزائر بلد فقير ما عندوش كان المادة الخامة. هلا انتم كجزائريين من دولة صح. لا شوف طيب الحكومة تاعنا حبيت ترجعها حكومة سراقة، بصح احنا الشعب حبيت ثاني ترجعنا سراقين. يعني حسيم سعود صح. طيب انتوا حاشا تكونوا سراقين. صح حسيم سعود حبيت ترجعها تاع ليبيا، يجوا يستردوها. الله يرضى عليك، انتوا حاشا تكونوا سراقين. نعم. لا انا ما قلتها. صح. طيب حسيم سعود تاع ليبيا وحسر من تعمن هاي جاي في الوسط، جاي في ولاية الغواط. صح نروح معك، انا نروح معك وين راك حاب توصل؟ حسيم سعود رجعت ليبيا وطيب. طيب حسر من طيب جاوبني حسر من الماليه يا ولدي بس جاوبني. انا اللي قلت عينا ميناس. طيب وشكون عينا ميناس؟ رئيسك اللي قال مش انا. رئيسك قال لقد ورثنا هذه الاراضي هديه من المستعمر الفرنسي. انا وش دخلني؟ جميل. ارجعوا الاراضي لاصحابها وصافي، يا دار ما دخلك شر. علاش خلقتوا البوليزاريو؟ حتى تعرقلوا المغرب، والمغرب يقاوم وحده في استرجاع الأراضي، وللأسف يتخلوا عليه كل الناس. خلاص طيب احنا عندنا دقلة نور، عندنا غير تمور. طيب البترول تاع تونس، البترول تاع ليبيا، والفحم تاع ضرار وتاع تيميمون والحديد تاع المغرب احنا سارقينه. يعني احنا كلنا سراقين، ياك الشعب والحكومة. برداتك هذه خلاص. جميل. شكرا لصراحتك. تفضل أخي رضوان. يلا السلام عليكم. خليك ابقى معانا. لا ما تكلمش مع هذا، انا ما تكلمش معاه. هذا خاصة هذا الانسان انا ما تكلمش معاه. لماذا؟ ما تكلمش معاه باسكو يتكلم غير بالكلام البذيء. بالعكس هذا انسان محترم. يعني انا تعلمت. الله اكبر. راني نشوفه راه ساكن عندنا هنايا ويظل الجزائري ياكلوا الحمير والسبان والكلام البذيء وقياس. انا تعلمت منه الاسلام قسما بالله. من هذا؟ كان اللايفات تاعو كله مخمور، اللايفات تاعو كله سكير. مين هو؟ هذا الاخ رضوان المينيستر هذاك بريمانتريس. لا كان بيشرب ماء زمزم. ايوه يشرب ماء زمزم والقرعه تاع الخمر كيشربها يقول بسم الله ثانيك. لا هذيك كان بفرجينا انه الجزائر هي من افضل الدول في تصنيع الخمور. هو كان بيعمل لكم دعايه. يلا جميل. المهم الفكره تاعك انا ما نغيرها لك، وان شاء الله يجي الوقت يبدلها لك باللي حسيم سعود ليبيا واضرار وتيميمون وتندوف مغربيه والامور هذه كلها. جميل. طيب اخي انا افضل الانسحاب وان شاء الله يجي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا راح نهضر مع ولد بلادي، مانيش راح نهضر مع. تفضلي. وش بيك انت؟ تفضلي اختي. وش بيك؟ فاش وش بيا؟ وليش حاب تبرر موقف الشخص ولا الاشخاص ما عندهم، ما راح يزيدوا فيك لا التالي لا قدام. انا قلتها له يعني قلت له قدام امام الملأ. قلت له اذا كنت جريء قلت له شوف سامعني اختي سامعني. هو ضرب لنا فكره ماهيش مليح. انا قلت له يعني راك هاز فكره سيئه. قلت له انا نشريك تذكيره كون راجل نروح للجزائر وتجيب لي هذه الامور اللي راك تهضر عليهم.
نقولوش نخرج متسامحين ولا يخبط راسو على حيط. لا لا لا، انا ربوني والديا هاي اختي. لا اختي تعرفي بلي ذو الحجه هو شهر حرم والناس ما تضربش فيه وما تتسامش فيه. وش راح يزيد فيك؟ ما فهمتش انا. درك تزاير يا اخي، عبالك بها انت الله يبارك من عام 1900 وطز، وهي بثرواتها برجالها بشهدائها. دوك يجي انسان ما نعرفوش هو اصله وصل من وين ويجي يهدر عليها، وش راح يزيد فيها؟ 1900 فكرة عنده فكرة غلطة، خليها تقعد غلطة. ايه احنا هذه هضرتنا احنا الجزائريين اخي، كي يقولوا 1912 يعني من قديم الزمان. يكبرها ويحطها في الصالون تاعو اون سون فو. فهمت؟ كي يقولوا 1912 هي يعني من قديم الزمان. من قديم الزمان. هذه لهجتنا احنا الجزائريين. نهضر مع الاخ هذا. استنى، انت ولد بلادي، انت فوق راسي، انت في عينيا من داخل. نهضر مع